بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبنا في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. النهارده الفيديو بتاعنا مهم جدا وجميل جدا، وهنتكلم على حاجات مهمه قوي قوي لكل اللي حابب يربي الطيور في البيت. تمام. طبعا العلاجات غاليه بالذات للطيور، فاحنا عايزين نستبدلها بالاعشاب او الوصفات اللي احنا بنعملها. طبعا انا بتعامل مع الطيور بتاعتي بوصفات معينه، الا بقى لو حاجه بقى يعني ما عادش قادر ان انا اتعامل معاها، ممكن اروح اسال الطبيب البيطري او الصيدليه البيطريه. تمام. هقول لكم على بعض الوصفات بتاعتي اللي انا يعني بعملها للطيور بتاعتنا. بتبقى حاجات بسيطه وحاجات بتبقى مش غاليه وحاجات بتبقى موجوده في كل بيت، فحاجات مش غاليه قوي يعني. اول وصفه معانا ودايما مشهوره وكل الناس بتعملها او كل اللي بربوا، الوصفه بتاعت الليمون والبصل والثوم. دي الوصفه دي حلوه قوي اذا كان في الحر او اذا كان في البرد. طبعا انا مش هقول لكم على الفوائد، انا هقول لكم على بعض الفوائد منها، وان شاء الله كل واحده من الوصفات دي هنعملها مع بعض وهقول لكم بالتفصيل الفوائد بتاعتها. تمام. يبقى اول وصفه معايا انا بستعملها للطيور بتاعتي اذا كان في الحر او اذا كان في البرد، هي وصفه الليمون والبصل والثوم. مهمين جدا للطيور، مهمين للبرد. كان عندهم نزلات برد، اذا كان عندهم اي حاجه جو حر ممكن دي حلوه قوي. طبعا عارفين ان البصل والثوم دول مضاد حيوي طبيعي يا جماعه، يعني مضاد حيوي بيحافظ على البط حتى لو ما عندوش اي حاجه، بط فراخ ايا كان انواع الطيور. تمام. الوصفه الثانيه معايا بتبقى بالذات للفراخ البيضاء، الخميره والعسل الاسمر والزبادي والكركم. الحاجات دي مهمه جدا بتزود معدل التحويل عند الفراخ البيضاء بالذات. يعني انا بعمل الخلطه دي للفراخ البيضاء لما يكون عندك اوزان متفاوته او انت وصلت للايام اللي ممكن الفراخ تبقى زياده فيها وما بتزيدش معاكي. دي حلوه قوي للتحويل ونسبه التحويل عند الفراخ البيضاء بالذات. يبقى قلنا كمان الوصفه دي اللي هي خميره، كركم، زبادي، عسل اسود، حلوه قوي للفراخ البيضاء. برضو عندنا بعض العلاجات البشريه اللي انا بستعملها وبتبقى مهمه ومفيده قوي. هقعد بقى شويه لان انا بصور لكم كده وانا واقفه. تمام. برضو الحاجات اللي انا بستعملها، عارفين يا جماعه الاسبرين ريفو اللي بتاع الاخضر اللي بتاع زمان، كان الشريط كان ب 2 جنيه، دلوقتي بقى ب 10 جنيه، يعني ما شاء الله ما عادش حاجه رخيصه. الاسبرين الريفو ده جميل قوي لما يكون عندك الفراخ عندها فائق او الطيور عندك في سخونيه، في اسفلات، في حاجات زي دي، نزلات برد. الاسبرين الريفو تحفه. كمان بستعمله كمان من الحاجات البشريه اللي احنا بنستعملها، الفلاجيل اللي هو المطهر المعوي، حلو قوي برضو للطيور اذا كان لما يكون عندها اسهال او حاجه او اي حاجه من دي، بتبقى جميله جدا للاسهالات. بتبقى مطهر معوي جميل، وبتنظف الامعاء بتاعه الطيور بتاعتك، فبالتالي الطيور بتاكل اكتر فنسبه التحويل بتزيد او الطيور بتاعتك بتزيد في الحجم والوزن. تمام. في طبعا وصفات كتيره، يعني حاجات بقى اللي ممكن انا ما بقدرش ان انا اعملها بلجأ للصيدليه البيطريه او بلجأ للطبيب البيطري وبساله عليها. لكن الحاجات دي ما بتتقطعش من عندي من البيت، طبعا دي موجوده في كل بيت، اذا كان بصل، اذا كان ثوم، اذا كان ليمون، كل الكلام ده، اذا كان خميره، كركم، كل دي بتبقى موجوده. برضو عندنا حاجه برضو حلوه قوي اللي هو الزنجبيل مع النعناع. دي بتبقى حلوه قوي بقى لنزلات البرد. كان الطيور عندك فيها نزلات برد ولا حاجه، بتبقى حلوه قوي الوصفه دي جدا لنزلات البرد. تمام. طبعا بتمنى كل المعلومات، احنا طبعا ما اتكلمناش بالتفصيل، بس في لسه وصفات كتيره جدا هنتكلم عليها واحده بواحده كده، ومش عايزه برضو الفيديو يطول عليكم. كل يوم هقول لكم حاجه كده على الماشي، عشان كل اللي مربي او واخد المشروع في البيت او عامله في البيت كمشروع يربح منه ان شاء الله باذن الله. كل يوم هنزل لكم وصفه جديده وكل يوم هنزل لكم معلومه جديده، بحيث ان احنا كلنا نستفاد، احنا كلنا بنستفاد من بعض. واي حد عنده استفسار او اي حد عنده تعليق يكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم باذن الله. طبعا بتمنى الفيديو يعجبكم ويكون الفيديو خفيف لطيف كده عليكم، وان شاء الله اشوفكم على الف خير مع ام احمد فيديوهات جديده. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك، وان شاء الله اشوفك على الف خير ومع الف سلامه.
تعالى يا محمد، خلي بالك انا لسه ما قفلتش الفيديو.